الأهلي بطل الدوري للمرة ال45 في تاريخه، واحد من أصعب الدوريات اللي حققها الأهلي في التاريخ. النهاردة هنحاول للتاريخ نوضح ليه الدوري ده أصعب دوري للأهلي في التاريخ. الموضوع بدأ بعد نهاية الدور الأول، وكلنا منتظرين قرعة الدور الثاني، فاتفاجئنا إن اتحاد الكورة ورابطة الأندية عملوا القرعة لوحدهم الساعة 4 الفجر. مش بس كده، دخلوا ماتش الأهلي والزمالك يوم 11 مارس، يعني بعد القرعة ب5 أيام. طبعا كان أول قرار من الأهلي أو رد فعل عن الموضوع دوت إن هو وافق على خوض اللقاء، لكن بتحكيم أجنبي. طبعا الأمر اللي أكده رابطة الأندية واتحاد الكورة إن أكيد هيكون فيه طاقم تحكيم أجنبي. لكن مصر كلها اتفاجئت بتعيين الحكم محمد البسيوني حكما للقاء القمة. طبعا الأمر اللي استوجب رد فعل من النادي الأهلي بعدم خوض لقاء القمة إلا بطاقم تحكيم أجنبي. وقتها حصل تدخل من وزير الشباب والرياضة، وشفنا مشهد غريب جدا. شفنا حكم في الملعب بينهي اللقاء بخسارة النادي الأهلي، وحكم في المطار مستعد للتوجه للاستاد لإدارة لقاء الأهلي والزمالك. بعدها خرجت علينا رابطة الأندية بقرار غريب جدا، هو خصم 3 نقاط من النادي الأهلي واعتبره منسحبا، ثم خصم 3 نقاط أخرى في آخر الموسم. يعني بدل ما تتكسف من اللي انت عملته وتطلع قرار بإعادة لقاء القمة، لا، كان ده هو القرار. بعد كده في 30 مارس يطلع قرار تاني مختلف باعتبار الأهلي خسرا 3-0 فقط وعدم خصم نقاط في آخر الموسم. وده طبعا القرار اللي خلى الإعلام الزملكاوي كله يهاجم اتحاد الكورة ويهاجم المنظومة ويهاجم الأهلي، وناسوا أصلا القرار الصحيح هو كان إعادة المباراة. بعدها الخطيب قرر استكمال الدوري، وكان طبعا عندنا ماتش مهم جدا يعتبر ماتش حاسم مع بيراميدز. طبعا الزملكاويه اتريقوا والاهلاويه ايدوا، والناس اختلفت، يكمل ما يكملش، يكمل ما يكملش، لكن الاهلي قرر ان هو يكمل. كولر طبعا باسلوب الدفاع المتحفظ المعروف عنه في الفتره الاخيره، طبعا خلى المباراه تبقى بتقدم بيراميدز 2-1، وكان خلاص فاضل ثواني على نهايه اللقاء. طبعا كلنا فاكرين اللقطه دي من امام عاشور، وكلنا فاكرين الجون دوت من احمد رضا، الجون اللي وقتها قلنا انه هيبقى سبب تتويج الاهلي بالدوري ان شاء الله، لان الجون ده لو ما كانش دخل كان هيبقى الفرق 7 نقط كاملين بين الاهلي وبيراميدز. وقتها كان اليأس ابتدى يوصل لجمهور النادي الاهلي، وكتير جدا من جمهور النادي الاهلي قال خلاص كده الدوري انتهى، وكانت فرصتنا الوحيده في التركيز في بطوله افريقيا. وللاسف النادي الاهلي خرج من البطوله بسبب التشكيل الدفاعي وبسبب هدف عكسي استقبله النادي الاهلي في اللحظات الاخيره، وبكده الاهلي ودع افريقيا والدوري بيروح، وكان لازم نودع كولر. وتعاقد الأهلي مع عماد النحاس بشكل مؤقت لمدة 6 مباريات فقط، وكان علينا إن احنا نكسب جميع مبارياتنا. لكن حتى الفوز في 6 لقاءات ما كانش هيبقى كافي، كان لازم بيراميدز يتعثر. وطبعا كلنا فاكرين عواد عمل إيه في لقاء الزمالك وبيراميدز، وكلكم فاكرين اللي حصل. وهنا بتحصل المفاجأة، بيراميدز بيخسر لقاءين متتاليين من فاركو ومن البنك الأهلي، والحال بينقلب تماما. لكن حتى لقاءات الأهلي ما كانتش سهلة أبدا، كلنا فاكرين إنقاذ ياسر ضد بتروجيت، وإنقاذ ياسر ضد سيراميكا، وأسيست ياسر أمام البنك الأهلي، وطبعا الماتش اللي كسبناه في الوقت بدل الضايع في الدقيقة 96. وهنا قلنا خلاص الدوري أهلاوي. ثم جاء يوم التتويج، وكنا محتاجين فقط نفوز على فاركو، وكانت النتيجة 6-0، يوم أبدع فيه نجوم الأهلي، وتم التتويج باللقب ال45 للنادي الأهلي. لكن في مشهد غريب احتفل لعيبة بيراميدز كأنهم هم اللي تم تتويجهم باللقب. طبعا حاجة مش غريبة جدا على منظر الموسم من أوله لآخره، كان لازم يختم بالنهاية دي، لكن هي دي صورة